صباح البشريات، يا صباح الخير والأخبار الجميلة. هذا حوار بين شبيح وحدا عم يندب. هذا شكله ضابط من الضباط اللي هربوا على السويدة و... وعم يدفع لهم، عم يدفع على الراس. ماهر ابو بيجامة عم يدفع عليهم على الراس، يعني مو ببلاش حاططهم، هذا ختيار الجن. المهم الخط صغير فرح اقرا لكم انا. اسمعوا. هذا زائد 45. عم يقول له الضابط، او الفلول يعني الفل، عم يقول الوضع ماله مثل قبل بنوب. هدول بلشوا يحسوا على الطبخة. بدي طريق أنا وشابين كتير بيهموني، إما لعند سوريا الديمقراطية أو على لبنان لعند فساد، بده يروح لعند التهاب قنديل. عم يقول له رفيقه، عم يقول له تمام، بس أنا ما فهمت عليك شو يلي بدهم يحسوا عليه، والشابين يلي معك كمان ضباط ولا مدنية؟ إلكم فضل عدروس كلهم. عم يقول له الضابط هون خليهم توت. اخت الدروز، شو خليهم فارقة مع طيبة قلبنا. المهم خليهم، يعني الدولة يطوط اخت الدروز، مو فارقة مع طيبة قلبهم. تمام. الخط كتير صغير. المهم عم يقول الضابط اطلع من هون، هدول اخوات توت، اليوم شايفين في فايدة من الضباط والعساكر، بكرة بتطلع مشايخهم على إسرائيل وبنضل نحنا بين الرجلين. في كذا ضابط من جماعتنا اجتمع مع الإجري وفهم منه انه ما عنده خطة لقدام، ورواتب من شهرين ما عطونا شي. قال دبروا حالكم، يعني سرقوا من المدنية. تمام. هاي النقطة. عم يقول في كذا ضابط من جماعتنا اجتمع مع الإجري وفهم منه انه ما عنده خطة لقدام ورواتب من شهرين ما عطونا. قال له دبروا حال، يعني شبهوا على المدنية، سرقوا من المدنية، يعني نفس اللي كان يصير بالشام. كنا شو كنا. آه كنت مطمن عليكم، عم يقول رفيقه، بس هلأ صار بالي عندك كل الدروز مثل رجلك، المهم تضلوا انتو بخير. رفيقه قال له، عم يرد عليه، صدق ندمت انه فتت لهون من الاول، يا ريت سلمت حالي للدولة وخلصت. الله لا يوفقك يا اجري. وهاد الاجري كل المصاري يلي اخدها ليحمينا ما بينت فيه، لأنه أصلا ما فارقة مع طيبة قلبه، لا دم ولا أولاد بلده. برجع بعيد. صدق ندمت إنه فتت لهون من الأول، يا ريت سلمت حالي للدولة وخلصت. وهاد الإجري كل المصاري يلي أخدها ليحمينا ما بينت فيه، لأنه أصلا ما فارقة مع دم وما فارقة معه، يعني دم ولا أولاد بلده. صدقني ما بعرف شو اقول لك. هذا رفيقه عم يرد عليه، بدي اشوف اذا بقدر رجعك على الشام ونخلص بقى. اخي ما بقدر، هدول العرصات نشروا صورنا انه عم نقاتل معهم وانه نحن ضد الدولة، وانا والله ما قاتلت ولا بمعركة. توت اخت احسن واحد فيهم، قبضوا مصاري الدنيا لحتى يحمونا. مشان الله لا تنساني. الكل هون عم يدبر حاله ويهرب من الدروز ومن الضباط. هاد وصلني محادثة بين فل وفلفول، ما بعرفش التاني شو وضعه. فالأمور على خير إن شاء الله، بإذن الله رايح على خير، وسويدا رح ترجع لنا ورح نكحل عيودنا ونعلق الإجري من لغلوغه.
بالأمويين بناح مبنى الأركان اللي انقصف، ونجيب أولادنا يبزقوا عليه. الله غالب يا جماعة، الله غالب.